انت تعرف انك لو عملت 20% من مجهودك بس في حاجة انت عايز تحققها، في الاخر هيطلع لك 80% انجاز في الحاجة دي. انت متخيل؟ يعني نسبة صغيرة من نشاطك مسؤولة عن معظم اللي بتقوم بيه من انجاز. وده اسمه قانون 20/80 او مبدأ باريتو. باريتو ده عالم اقتصاد ايطالي. في يوم وهو ماشي كده بص حوالين منه وعمل شوية احصاءات، لقى ان 80% من الثروة في ايطاليا يملكها 20% من الناس. وده تقريبا ينطبق على الكوكب كله مش ايطاليا بس. والقاعدة دي تمشي على حاجات كتير، زي إن 80% من العسل بينتجوا 20% من النحل. وإن شاء الله كده ربنا أما يكرمك وتفتح شركة، هتلاقي إن 80% من دخل الشركة هيجي من 20% من عملائك. وطبعا هي قاعدة مش صارمة أوي للدرجة دي، ممكن تبقى النسبة 10/90 أو 30/70. المهم إن في نسبة قليلة نسبيا مسؤولة عن حاجة عظيمة. طب أنت بقى تستفاد إزاي من القاعدة دي؟ أنت تجيب ورقة وقلم وتكتب 10 حاجات أنت عايز تعملهم أو تحققهم، واسأل نفسك إيه أكتر حاجة هتبقى نتيجتها عظيمة بالنسبة لي، بغض النظر إن الحاجة دي طريقها سهل أو صعب. مش الفكرة خالص. المهم إنك هتكتبها في الورقة وتدور على تاني حاجة ليها أهمية بالنسبة لك وتحطها معاها. وبكده الاتنين دول بقوا أهداف رئيسية بالنسبة لك. والتمن الحاجات التانيين ما تركزش فيهم أوي. زي ما بقولك كده، أصل هيشتتوك، ومجهودك بدل لما يكون مركز على حاجتين بس هيبقى على 10 حاجات، فالإنتاجية هتقل. ولو أنت عندك already حاجات كتيرة بتعملها، شوف إيه الحاجات اللي بتجيب لك نتايج ترضيك أو هتجيب لك نتايج حتى لو على المدى البعيد. دي حساباتك أنت، وركز عليها واركن الباقي حتى لو مؤقتا. من الآخر، اشغل نفسك بعمل ذات قيمة عالية، وده هيخليك تشتغل بكفاءة ومجهود أقل. اشتغل بذكاء، وابعد عن الحاجات أو الأعمال اللي بتتطلب منك مجهود كبير مقابل نتيجة ضعيفة، لا إما هتلاقي نفسك في سوق عكاظ. أنت فاهم قصدي كويس. وفقًا لجيمس كلير اللي قال في كتابه العادات الذرية، إنك لو استمريت ب1% أفضل كل يوم لمدة سنة، هتيجي في آخر السنة هتلاقي نفسك أحسن ب37 ضعف. ودي المعادلة اللي بتوضح الكلام ده. وما تنساش إن الصعوبة بس في أول الطريق، المهم إنك تبدأ.